السلام عليكم. ازي حضرتك يا دكتور؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله. كنت حابه اسالك النهارده عن شويه اعراض بتحصل معانا في اول الحمل، هل هي فعلا دي عرض طبيعي او مش طبيعي ولازم ان احنا وقتها نقلق يعني؟ يلا بينا. تمام. بعض الحالات بتشتكي من المراره اللي بتكون موجوده في الفم وكده. طبيعي. طب الافرازات المهبليه؟ الافرازات طول ما هي شفافه سايله، حتى لو بيضه سايله مفيش مشكله. لو قلبت مجبنه صفرة حرقان هرش مش طبيعي. طيب بالنسبه للمغص اللي بيكون يعني قلم شديد جدا زي الدوره، ده طبيعي ولا لا؟ لا، زي الدوره مش طبيعي. يعني ممكن اي واحده حامل يجي لها مغص بسيط في اول الحمل زي مغص الدوره، بيروح وبيجي، انما اهم حاجه يكون اخف من مغص الدوره. بحس ان اغلب المام يعني اول حمل ليها او كده او اول تجربه اما بتدخل التويليت كتير الموضوع ده بيضايقها جدا، فهل ده اصلا طبيعي يعني؟ بيقلقوا برضو؟ في معظم الحالات بيبقى طبيعي، انما طبعا في حالات بيبقى عندها التهاب مجرى بول، لازم نعمل تحليل ونرجع للدكتور. طيب ونقط الدم؟ نقطه الدم، اي دم بينزل اثناء الحمل لازم نرجع للدكتور. منطقه البريست محجره او في الم في وجع، ده طبيعي؟ في الثدي طبيعي جدا. مغص قولون او اي حاجه تبع القولون طبيعي؟ قولون، لو انت عندك قولون قبل الحمل للاسف بيسوق مع الحمل، ولو ما عندكيش قولون هيجيلك مع الحمل قولون. يا الله.